السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا على قناة تاكسي وكل اللي بيشوفونا لأول مرة. ايه رأيكم نشوف مع بعض النهاردة المشتريات اللي انا جبتها الفترة الأخيرة، وفي نفس الوقت برضو هحاول اقول لكم على شوية اماكن ممكن تستفادوا منها وانتوا رايحين تجيبوا الحاجات بتاعتكم. ويلا بينا نبدأ. اول حاجه كده خليني اقولها لكم، انا كنت مثبته مكان التصوير عند المكتب. حابين المكان ده نكمل فيه تصوير ولا عند المكتب؟ المكان اللي انتوا حابين تشوفوا منه الفيديو. بصوا، هي شويه مشتريات ملهاش علاقه ببعض قوي. اول حاجه من الحاجات اللي انا جبتها، جبت الشامبو بتاع الو ايفا ده. كنت بدور على شامبو يكون حلو وشفت عنه ريفيوز كتير جدا، يعني عاوزه اقول لكم بنسبه 95% الناس شكرت في الشامبو ده. فانا بصراحه حبيت ان انا اجيبه واجربه بالصبار وزيت الارجان، والحجم بتاعه 230 مل. خليني اقول لكم حاجه مهمه كده بسرعه، وهي عن الاسعار. احنا طبعا عارفين ان الاسعار خلاص غليت ودايما في تزايد. خليني اقول لكم على معلومه لقيتها، وهي ان من كل مكان هتشتري منه المنتج بتاعك هتلاقي له سعر مختلف. بقيت على فكره على كل حاجه، مش على منتجات السكين كير وبس، لا، على حاجات كتير. فانت هتضطري انك تدوري شويه عشان تطلعي بارخص سعر، وطبعا ده هيكون فايده ليك انت. اول حاجه سالت عليه في الصيدليه، وعاده منتجات السكين كير في الصيدليات بتكون اغلى من اي مكان تاني. سالت عليه في الصيدليه قال لي ب105. سالت عليه في صيدليه تانية قال لي ب85 جنيه. شفته على الويب سايت بتاعهم لقيته ب55 جنيه. محل سكين كير لقيته بيبيعه ب65 جنيه. انا جبته من محل سكين كير من 65 جنيه. لو كنت جبته من اول صيدليه ب105 ففي فرق سعر كبير جدا تجيبي بيهم منتج تاني. وبرده علشان حمام الكريم اللي عندي قرب يخلص، فانا حبيت ان انا اجيب واحد جديد، وطبعا المنتشر بقوه جدا وانا نفسي اجربه قوي من بدري، وهو حمام الكريم بتاع مينك. جربت اصلا حاجات من مينك وكانت فعلا في حاجات كتير عجبتني فيها، فانا حبيت ان انا اجيب اللي هو النوع ده بالخصوص، اللي هو بالافوكادو والجوجوبا وزبدة الشيا. انا فعلا الصيف ده اكتر صيف صعب مر عليا في حياتي. شعري باظ، جلدي باظ، يعني الصيف السنة دي يعني ربنا يعافينا جميعا كده، مش طبيعي، مش طبيعي خالص. انا شعري مش عارفه اعمل فيه حاجه من الحر والزهق، فكل اللي بنعمله احنا بنلمه. فانا فعلا الصيف ده دمر لي شعري. والميه طبعا، ان الميه فيها كلور، والكلور مزودينه قوي، الله يخرب بيوتهم عاوزين يموتونا. الحاجات دي كلها مأثره على شعرنا وجلدنا، زائد درجه الحراره العاليه حتى لو انت قاعده في البيت. فعلشان كده كنت حابه ان انا اجيب حاجه تظبط الدنيا عندي الى حد ما، فعشان كده جبت اللي بالنوع ده بالخصوص للشعر اللي فيه جفاف كتير، وانا شعري بقى جاف وناشف وهايش جدا. سالت عليه في الصيدليه كان اغلى من المحلات اللي انا بجيبها اللي هي بتاعه السكين كير. ده حجمه 400 مللي، وده جبته بحوالي 45 جنيه. البادي سبلاش ده اللي هو بتاع روز فانيلا، انا كنت شميت البرفان بتاعه وطبعا ريحته عجبتني جدا. ولما شفت ده في المحل لقيته ان هو نفس الريحه بالظبط. بجد ريحته خطيره، وثباته كمان ثباته حلو بجد، ريحته عجبتني جدا وحلو جدا. وده جبته من محل برضو بتاع سكين كير، فيه اقسام كتير جدا واسعاره رخيصه وحلوه قوي. المحلات اللي زي دي متوفره في اماكن كتير، وهتلاقوا منها كتير في عباس العقاد. بقى فيه محلات كتير جدا بالشكل ده، هتلاقوا فيها اقسام كتير قوي، ميك اب وسكين كير، واحيانا كمان ادوات منزليه، يعني تلاقوا فيها حاجات متنوعه وبيوفروها فعلا باسعار حلوه قوي. وان شاء الله حاضر هبقى اعمل لكم فيديو عن البادي سبلاش والميستات اللي انا جربتها، وازاي تقدروا ان انتوا تجيبوها وتوفروها سعر يكون رخيص وتكون زي الاصلي بالظبط. جبت برضو العلبه دي بتاعه خيط الاسنان، حلوه جدا ومفيده جدا فعلا، بس بصراحه مش للاستخدام اليومي، يعني يوميا هحس انها مرهقه جدا على اللثه وهتتعب اللثه شويه. حلوه جدا طبعا علشان بتدي تنظيف اعمق واقوى، فدي حلو قوي ان انتوا تدخلوها في روتين العنايه بالفم اكتر. لا، هو مش اكتر، هو اكيد العنايه بالفم. فحلو قوي ان انتوا يكون عندكم خيط الاسنان ده. وجبت كمان المسكره بتاعه سكاي هاي. طبعا المسكره دي من ميبلين، ولكن ميبلين مكانها فين دلوقتي؟ هو ده مكانها. فعشان كده دي الكوبي بتاعتها مش الاصل. ان المسكره دي بتعمل ايه؟ بترفع شويه الرموش وبتديها طول، بس ما بتديش كثافه. وانا ما بحبش المسكره اللي بتقل الرموش وبتدي كثافه وبتبقى كتير. بحب اللوك اللي هو يكون متني ومرفوع، حقيقي خفيفه كده وجميله وبتفرق الرموش عن بعضها، تحسي انها طبيعيه وبتحسي انها طبيعيه يعني، لكن بتبين شكل الرموش الحقيقي، يعني ترفعها كده لفوق
بصوا كمان الفرشه بتاعتها، بصوا الفرش اللي هي الرفيعه ومتفرقه دي، تعرفوا ان هي دي اللي بتطول الرموش وبترفعها. فبجد الماسكارا دي حبيتها جدا. طبعا عشان الماسكارا اللي عندي خلاص تقريبا خلص، جبت اللي هي بتاعت البارفان دي، برضو اعتقد ان انا وريتها لكم، يعني فعلا بتسعف الواحد كده. برضو روحوا شوفوا الفيديو وشوفوا رايي فيها ايه بالظبط وليه ما فضلتهاش قوي، عشان بس موضوع التسريب بتاعها. ولكن انا لما باخدها معايا بره بسحب من البرفان يعني يعمل لي بتاع كام رشه كده علشان ما يسربش مني، وبخليها في الشنطه مايله بالشكل ده. هي احلى حاجه فيها ان هي صغيره ما بتاخدش مساحه. بصوا ده الحجم بتاعها، صغيره جدا ورفيعه جدا. وجبت كمان المانيكير ده، بس ده مش ابيض على فكرة، لو هو باين ان هو في الاضاءة ابيض، لا ده الدرجة الاوف وايت. والاوف وايت عندي احلى من الابيض. الابيض كده بيبقى عامل شوية زي الجير، لكن الاوف وايت بيبقى شكله احلى. المفروض ان انا كنت احطه النهارده، بس انا بصراحه الفتره الاخيره ضوافري دي متبهدله خالص، فبظبطها وبعمل لها عنايه كده شويه عشان تبقى كويسه. زائد كمان ان انا قصاها مش مطولاها. هو ده الفرنش اللي انا حطاه بتاع المانيكير. بصوا بقى البتاع العسوله اللي جايه دي، ايه رايكم؟ اول ما تشوفوها انا عارفه انتوا افتكرتوا هي ايه، بس هي عكس اللي انتوا افتكرتوه خالص. انا اول ما شفتها زيكم بالظبط افتكرتها علبه الخاتم اللي هي القطيفه الحمراء الحلوه اللي من جوه دي، ومسكتها لقيتها فرشه. فرشه يا جماعه شكلها بجد خطير جدا وعجبتني قوي. فرشه شكلها بجد لذيذ قوي كده. حبيتها ليه بقى؟ يعني عشان لما اجي احط بلاشر كريمي ابتدي ان انا اوزعها بيه، او لو مثلا هتحطي فاونديشن، الحاجات اللي هي الكريمي حاسه انها هتبقى حلوه قوي في التوزيع بتاعها. بصوا بقى الكام حاجه اللي جايين دول هوريه لكم مع بعض. الخاتم ده حلو عجبني جديد، فحبيت قوي الخاتم ده. ساعات بحب البس الخواتم هنا. بصوا الشكل بتاعه، شكله بجد حلو وعجبني قوي. بروش ده اللي هو بتاع شانيل طبعا، حلو جدا، وفعلا كان نفسي في واحد بالشكل ده، وبجد شكله حلو قوي. ده حلو بقى تحطيه مثلا الطرحه بتاعتك هتعمليها بشكل معين على بليزر جاكيت كده تلبسيه، برضو بيدي شكل حلو قوي. في كمان في حاجه سواريه، فبجد شكله لذيذ ومميز وحلو جدا. تعالوا اوريكم اكتر حاجه مفرحاني الحر اللي احنا فيه ده، الكيوته العسوله اللي جايه دي. ايه رايكم؟ خدوا شويه هوا يا جماعه، حسوا بالانتعاش. احس انا شويه بالانتعاش وبالهوا. انا والله محتاجه واحده زي دي معايا في التصوير. جميله جميله حلوه قوي وانتي في البيت، النور قطع، في المواصلات، في مكان فيه حر، قاعده بتعملي ميك اب. معلش اعذروني لو في صوت طالع، انا مش قادره اطفيها بصراحه. معاها اللي هي القاعده بتاعتها دي عشان لو عايزه تثبتيها على حاجه، ومعاها وصله اليو اس بي بتاعتها. حاجات اللي هي الخاتم والبروش والحاجات دي جبتهم من على البوتيك، صفحه البوتيك على انستجرام. هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق علشان تروحوا تشوفوها هناك لو عايزين تجيبوه من هناك يعني. وجبت ايه كمان؟ الشوز ده انا كنت حابه ان انا اجيب واحد باللون البيج، لان انا كنت محتاجه واحد قوي بالدرجه دي لو كان اغمق شويه، بس لما شفت ده بصراحه عجبني. من الالوان الاساسيه اللي هي المفروض تكون عندك، لانها هتليق على حاجات كتير. انا ما جبتوش من قريب، انا جايباه من فتره والله، بس من ساعه ما جبته وانا ما لبستوش لحد النهارده، ولكن هيتلبس على حاجات كتير قوي فعلا، هتنجزك فعلا، هتليق على حاجات كتير وهتنفع على حاجات كتير جدا. اخر حاجه جبتها وهي بيجامه اهو، شكلها جميله ومن الالوان اللي انا بحبها جدا. واحلى حاجه فيها ان هي قماشتها قطن. القماشه قطن يا جماعه. انا حقيقي والله كنت محتاجه قماشه من القماشات دي، لان في لبس بتكون قماشته مش قطن في الصيف اللي احنا فيه، لا مش احسن حاجه على الجلد خالص. اكتر طبقات على الجلد قطن بتكون مريحه جدا. الصيف بهدل الواحد ما بقاش طايق الهدوم على جسمه، ما بقاش طايق جسمه ذات نفسه. فاحسن حاجه ان الواحد يشوف اخف قماشات يجيبها، افضل قماشات على الجلد هي اللي نلبسها. والله ربنا يعافينا ويعافيكم ويرحمنا ربنا من الجو اللي احنا فيه ده، ويرحم اخواتنا في غزة، ربنا يعينهم ويقويهم. احنا على الاقل قاعدين في البيوت، ربنا يهونها عليهم يا رب. ودي كانت مشترياتي الفترة الاخيرة. خلصنا فيديو النهاردة واقول لكم مع الف سلامة.